وكالعادة ما زلنا نبحث عن لاعبين موهوبين ومواهب خاصة محترفة في أوروبا، وهي تحمل الجنسية العربية أو الجنسيات العربية أو بالأخص الجنسية الجزائرية. احنا في الفترة الحالية بنتكلم على المواهب الجزائرية بشكل خاص. بعد ما نخلص المواهب ونتكلم عنها بشكل كلها يعني نبدأ نتكلم على مواهب أخرى في دول أخرى، لكن احنا حاليا كل التركيز على المواهب الجزائرية المحترفة في أوروبا والتي تحمل الجنسية لكنها لم تشارك من قبل مع المنتخب الجزائري. اللاعب اللي هتكلم عنه اليوم هندخل في تفاصيل. حابب افكرك تشترك في قناتنا وتعمل اعجاب للفيديو لان الاعجاب هو اهم شيء. بشكر كل الناس اللي بتدعمنا دعم كبير جدا خلال الفترات السابقه. اللاعب اللي هتكلم عنه في فيديو اليوم هو ريتشارد أوليز. ريتشارد أوليز هو لاعب الشقيق الاصغر لمايكل أوليز. مايكل أوليز طبعا اللي عنده جنسيه انجليزيه وجنسيه جزائريه وما زال حتى الان لم يحسم مصيره بعد. هذا اللاعب هو شقيقه الاصغر، عمره 19 عام، بيلعب في نادي تشيلسي تحت ال 21 عام، لكنه لاعب متألق جدا. وهعرض لكم بعض المهارات السريعه لهذا اللاعب على الشاشه وانا بتكلم، لانه لاعب رائع جدا الحقيقه. بيلعب في مركز الظهير الايمن ومركز قلب الدفاع، وطبعا هي نشأته ومنذ الصغر كان في نادي تشيلسي يعني في مراحل الناشئين ثم الشباب، وحاليا متواجد في الفريق تحت ال 21 عام ومتوقع عليه مستقبل مبهر. طبعا مركز الظهير الايمن لو هتلاحظ هتلاقي انه المنتخب الجزائري في مركز الظهير الايمن متواجد يوسف عطال، هو اللاعب القوي اللاعب الجيد اللاعب رقم 1 في الفريق. في بعده مفيش، يعني جيتون لاعب جيد لكن مفيش البديل القوي ليوسف عطال. هذا لاعب من ضمن مميزاته ايضا انه بيلعب في مركز قلب الدفاع، وهناك مشكلة في مركز قلب الدفاع في المنتخب الجزائري، لذلك التركيز دائما وابدا على اللاعبين اللي بيلعبوا في مركز قلب الدفاع ومركز حراسة المرمى. وطبعا هو ريتشارد أوليز هو لاعب من ضمن اللاعبين اللي بيلعبوا في مركز يعني خط الدفاع سواء قلب دفاع او ظهير ايمن، لكن هو ظهير ايمن رائع جدا، مهاري، عنده مهارة استثنائية، عنده سرعة رائعة جدا، عرضيات ممتازة، رؤية ممتازة. يعني هو لاعب الحقيقة من ضمن اللاعبين اللي متوقع ليهم مستقبل مبهر جدا في نادي تشيلسي الانجليزي. ممكن بعد موسم او موسمين نرى هذا اللاعب في التشكيل الاساسي بالنسبه لفريق تشيلسي ويتم تصعيده للفريق الاول. فطبعا بنتمنى طبعا انه يكون ريتشارد أوليز ومايكل أوليز ايضا يكونوا الاثنين من نصيب المنتخب الجزائري لانهم مواهب جباره. طبعا مايكل أوليز لاعب رائع جدا، اتكلمنا عنه في فيديوهات سابقه واتكلمنا عنه وبنشوفه مع كريستال بالاس الانجليزي، لاعب قادر على نقل اي فريق لمستوى اخر. مايكل أوليز اخوه عنده نفس المواصفات يعني، لكن هو بيلعب في مركز خط الدفاع. فنتمنى ان شاء الله يعني من كل قلوبنا انه الاثنين لاعبين يكونوا مع المنتخب الجزائري. طبعا في ناس ممكن يعني تختلف معايا وتقول انهم يعني لاعبين حتى اسمهم مش عربي. هو طبعا اسمهم مش عربي لكن عندهم اصول جزائريه. هو طالما عندهم اصول جزائريه فيحق ليهم انهم يلعبوا مع المنتخب سواء جده او جدته ايا كان. في النهايه هو يحق ليه المشاركه واللعب مع منتخب الجزائر لانه عنده اصول جزائريه. فان شاء الله نشوفهم خلال الفترات القادمه. بس لحد هنا نكون نهايه الفيديو، وانا في النهايه كالعاده بشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم.